النهارده بقى جايبه لكم الفول المدمس بس بطريقه تحفه. والله بعد ما تعملي الطريقه دي عمرك ما هتعتمدي اي طريقه تانية، وهتقولي انا ما اكلتش فول زي ده يا رانيا، ولا هيتعب لك معدتك نهائي. تكايه بسيطه جدا هنعملها دلوقتي مع بعض. يلا بينا. معايا دلوقتي ميه هنا معلقه عليها على النار اهو، تحتيها النار شغاله. وانا اول ما بدات تسخن رحت نزل معلقه كبيره من السكر ونص معلقه صغيره من البيكربونات. ماشي كده بقى، خلاص هروح جايين مغطيين عليها ونسيبها لما تغلي. طبعا لما تيجي تغلي خلي بالك تبصي عليها علشان هيحصل فوران. فاول ما بتيجي تغلي هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بس الاول نشوف الفوله بتاعتنا اللي معانا. الفوله اللي معايا دي فوله حمراء، هي كانت جايه كده زي ما انت شايفه كده. انا اتفاجئت انها جايه متشكله ابيض على احمر. وبصراحة أنا بقى يعني والله كده أو كده، سواء دي لوحدها أو دي لوحدها الاتنين جميل. بس هو طبعا لما تيجي تجيبي هاتيها تكون لون واحد موحد، فما تخليش حد يجيب لك حاجة، هاتي حاجتك انت بإيدك أفضل لك. أنا اللي جاتلي للأسف جاتلي زي ما انتوا شايفينها كده. هنا معايا المية خلاص قايمة، خلاص هتبتدي تغلي. بنزل دلوقتي بالفول بعد ما شطفته ونقيته كويس أوي وغسلته، وإيه بنزل بيه دلوقتي في قلب المية. وبعد كده هعمل ايه؟ هغطي عليه واسيبه لحد الميه ما تهدى خالص، لحد الميه ما تبقى ساقعه، بمعنى صح تتلج ترجع تاني كأنها لسه جايه من الحنفيه. مش مطلوب منك اكتر من كده. وهنشوف مع بعض المفاجأة. والأفضل ليكي كمان إنك تعملي التكاية دي بالليل قبل ما تنامي، وتقومي الصبح تشتغلي فيها على طول، يبقى أفضل ليكي وأفضل. عشان هقولك ليه الأفضل ليكي بالليل. معايا هنا اهو أنا شلت دلوقتي الغطا، وشوفي حضرتك المفاجأة اللي هتزعل الجميع. والله ده اللي احنا بناكله، للأسف بنشتريه بنفسنا وبناكله، لأن عمر بتاع الفول ما هيعمل معايا، ما يعمل لك حاجة زي كده. طبعا المية زي ما انتم شايفين شكلها معقر ازاي وسودا ازاي. ما تقوليش عشان الفول أحمر، اعمليها في أي نوع من الفول، أبيض أحمر هيديكي السواد برضو نفس الطريقة دي. مية سودا كده، لا المية دي بقى عبارة عن سميات وغازات، دي بقى اللي بتتعبنا لما بنيجي ناكل الفول. والله اوعدك انك بعد ما تاكلي الفول ده هتقولي انا فعلا يا رانيا يعني مش حاسة ان انا واكلة فول اصلا. وطبعا الطعم ده حاجة تانية خالص، خليه على جنب دلوقتي. ماشي، باخد دلوقتي الفول بتاعي وبشطفه، طبعا بنزل كل القرف بقى اللي طلع ده كله، وبغسله غسلة كويسة جدا، وبعيد عليه ميه مرة واتنين وتلاتة لحد الميه بتاعته ما تبقى زي ما تكوني ميه هتشربيها بالظبط. شايفين بقى الفولة معايا عملت ازاي؟ خدت نسبة من التسوية، ونسبة كبيرة كمان. يعني ممكن نقول ايه، خدت حوالي 30 او 40% من التسوية. طيب انا بوريكي طبعا شايفه اهو. المفروض يعني اي واحده هتلاقي حاجه زي كده لونين او نوعين هتغلب دي، ممكن تستوي قبل دي. لا الاتنين ان شاء الله، عشان تتاكدي انك لو جبتي اي نوع تعملي بنفس النتيجه ديت. خلي بالك انت تقدري ما تسيبوش من بالليل ولا حاجه، سيبيه في الميه السخنه، اول ما الميه تبرد خالص تبتدي تشتغلي على طول. بس انا بفضل ليه من بالليل؟ علشان الغازات كلها تطلع في الميه زي ما انتوا شفتوها معايا كده. هنا بقى الميه بتاعتنا بقى، حطيت ميه تغلي. طبعا الميه دي اللي احنا هنسوي فيها. اول ما خلاص هتبتدي تغلي او سخنت كويس اول معايا، بنزل بالفول بتاعي وعليه طماطمايه. ودلوقتي بنزل بايه ده، ايه اللي معاكي ده يا رانيا؟ لا ده مش عدس على فكره، دوك جزر مبشور، بس انا بشراه في الكبه، بشرته ناعم زي ما انت شايفه كده. ده لو كل ما تبشريه ناعم قوي كل ما هيديكي درجة اللون اكتر. اللي انا نزلت بيه دلوقتي دوت كان معلقتين كبار من الخل، وده السر اللي هيخلي الفول بتاعنا يا دوب ساعة الا ربع بالكتير وهتلاقيه بقى زبدة معاكي. وبنزل دلوقتي بمعلقة مليانة من الثوم المهروس، او تقدري تحطي 3 فصوص متقطعين بالسكينة كده زي ما انت شايفه معايا دلوقتي. بقى اللي نزلت بيه دلوقتي ايه دوت نص كوبايه من العدس الاصفر معايا اللي احنا نزلنا بيها دلوقتي. يبقى احنا دلوقتي حطينا الايه، حطينا الطماطمايه متقطعه، وبعد كده حطينا معلقه كبيره من الثوم المهروس، وحطينا حوالي 3 جزرات او 4. انا بصراحه بحب اكتر قوي في الجزر علشان يبقى فايده اكتر لولادي.
وساعات لو عندي كوسه بحط كوسايه برضو، خلي بالك يعني انا تتوقعي مني اي حاجه. ايه بقى اللي انت حطيتها دي رانيا؟ مرقايه واحده بس من الدجاج، بتعلي التيست قوي 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 بجد، جربي وادعي لي بعد كده. خلاص. وبنحط ربع كوبايه من اقصد نص كوبايه من العدس الاصفر. ودلوقتي بقى ايه، احنا قلبنا عشان نتاكد ان المكونات كلها اتدخلت في بعضها. وباجي دلوقتي العدس الفول المدشوش، انا مش من غير نقع ولا حاجه، انا غسلته بس كوبايه، حوالي كوبايه او ممكن نقول نص كوبايه برضو عادي يعني، مش هتفرق اللي موجود عندك. من نص كوبايه لكوبايه تقدري تحطي. وبنزل بيها دلوقتي وبغطيها، بغطي بقى الحله بتاعتي وبسيبها. اول ما بتغلي ببتدي اهدي النور لحد وافضل اتابعه كده لحد ما يستوي. وبعد كده تعالوا بقى اول ما يستوي نعمل ايه التكايه القمر دي. هنجيب بوله ونحط فيها 3 معالق من الدقيق ومعلقتين من الصلصه، ها، وايه، وقليل قوي من الميه، ممكن تقولي ربع كوبايه من الميه او 4 معالق من الميه كبار. او البديل لو تقدري تاخدي، طبعا الفول بعد ما يستوي هيبقى زي ما انت شايفه معايا كده اهو، تقدري تاخدي الميه دي وتحطيها، بس لازم الميه دي تبقى معانا بارده. طبعا زي ما انتم شايفين معانا، بص استوى ازاي، شايفين بقى لون الفول بقى عامل ازاي من غير كركم خالص. احنا لسه ما حطيناش اي حاجه ولا كركم ولا حتى الخلطه اللي احنا عملناها، شايفين؟ بصوا بقى عامل ازاي، بقى زي الزبده. انا مش قادره امسكه عشان سخن طبعا، فطبعا لو احنا خدنا من الميه دي لازم تبقى الميه دي بارده. فطبعا انا دلوقتي مش هينفع، مش هقدر استنى كل ده. او تقدري تشيلي من كوبايه على جنب، بس هو الافضل تعملي اللي انا هعمله دلوقتي بالظبط. باخد بقى دلوقتي منها وهي سخنه وانا مطمنه على الاخر، بعد ما دوبت الدقيق بتاعي، باخد بقى منه كبشتين 3 كده. شايفين اللون عامل ازاي؟ هتصدقي لو قلتلك ان ده لون الجزر بس؟ طبعا هتقولي لا يا رانيا مش ممكن، صح؟ طبعا مش ممكن طبعا. المهم انا حطيت حاجه اسمها، هو مش كركم، انا ما بحبش الصراحه طعم الكركم. حطيت حاجه يعني رشه صغنطوطه قوي، سنه على سنه المعلقه من لون الزعفران. او ممكن لو عندك لون غذائي تحطي براحتك، لو انت مش عايزاه باللون ده خلاص، بس احنا بنحبه يكون اللون بتاعه محمر بالطريقه دي. بس والله عايزه اقول لك حاجه، الجزر فعلا ما كانش مديله، يعني مش ما كانش مستاهل ان انا احط دي، بس انا حطيتها للاسف قبل ما اللون يبتدي يظهر. فالمهم اداني اللون ده. بس عايزه اقول لك ايه، هقول لك ايه، كهرمان بجد، عجميه زي ما تقولي قولي. بصي عامل ازاي؟ طبعا انت بتنزلي بالخليط ومش شرط تحطي الخليط كله. انا طبعا عشان انا عامله اكتر من كيلو فول، عامله حوالي كيلو وربع فول، فانا حطيت بالتدريج، حطيته اول ما لقيته لف معايا سنه وبدا يهدى كده اهو. ده السمك اللي انا عايزاه، اللي في المعقول، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. انا عايزه السمك اللي احنا شايفينه قدام عينينا ده. وادي يا ستي طبق فول من ألذ وأطعم فول هتاكليه وهتقولي ما اكلت ازاي الفول ده يا رانيا. بس كل الحكايه ان انا ما حطيتش عليه اي حاجه غير شويه ملح صغننين ومعلقه سمنه.